السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ايه يطلع في السوق وما خزنهوش؟ لا، لازم اجيبه واخزنه واشيله. هو الخرشوف بموت فيه جدا وما بحبش ان انا اشتريه جاهز، بحب انا اعمله بايديا علشان بقى ايه اخد فايدته، لاني بره بيقطعهن بيقشطوا خالص. بصوا ما بيخليش فيه ولا اي فايدة خالص. صلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وتعالي شوفي هنعمل الخرشوف بتاعنا الحلو ده كده ازاي. اللهم صلي وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين الخرشوف وجماله؟ بصي بقى يا ست الكل، الخرشوف اول ما يطلع لازم تجيبيه علشان خاطر بيبقى طري وتقدري تنضفيه. ولو ناشف طبعا مش هتعرفي تقطعيه. طبعا الراجل بيبقى في ايده كده سكينه وطق طق 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 يديها لك كده، عامله زي الايه، زي العارفين زي القرص الصغيره كده، المعموليه الصغيره. بيضيع الفايده بتاعته خالص، وهو الفايده بتاعته اصلا في الجزئيه اللي تحت اللي هو اصلا بيقطعها كلها، مش في الجزئيه اللي فوق. ده صغير وكبير، دي الكبيره زي ما انتم شايفين كده، والاولاني ده كان الصغير. صلي على الحبيب المصطفى وتعالي شوفي بقى هننضف الخرشوف بتاعنا ده ازاي. يلا يا بطه يا وزه يا حلوه انت وهي، حطوا اللايك، انتوا لسه ما حطيتوش اللايك. ادي واحده هنا منضفاها كده. طبعا الفايده فين؟ الفايده في القرص اللي انا ماسكاه. بصي سكينه بس تبقى حاميه علشان تقدري طبعا ان انت تقطعي الخرشوفه بتاعتك. قطعت الحته اللي من تحت دي كده، وهاخد الحته اللي من فوق اللي انت اصلا بترميها لما تيجي تاكلي الخرشوفايه بتاعتك، او بتيجي تدي ولادك خرشوف بياكلوا الحته اللي من تحت وبيرموا اللي من فوق دوت. فانا هقطع اللي من فوق ده كده بالسكينه زي ما انت شايفه. طب وبعدين بقى هبتدي ان انا اقطع كام واحده بس كده من اللي تحت دول عشان ما يضايقونيش وانا بلف بالسكينه. وطبعا معلش انتوا عارفين مشكله ايديا، ما بقدرش امسك السكينه وقت طويل، او ما بقدرش امسك سكينه ما تكونش حاميه علشان تساعدني ان هي تجري بسرعه. فزي ما انتوا شايفين كده هنقطع الحتت اللي فوق دي كلها كده اهو بالشكل ده كده علشان خاطر ننضف الخرشوفيه. طبعا الراجل في السوق بيبقى معاه حاجه كده حاده، مش زي سكينه، حاجه زي قطر كده، فبينضف بيها. اهو بصوا بنقشط الاخضر ده، لكن الحته اللي احنا بنشدها اللي كنا بنشدها واحنا صغيرين دي موجوده، انا ما بشيلهاش. بصوا اهو بطلع الاخضر بس كده زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل ده كده. ونبتدي بقى ان احنا ننضف كل الاخضر اللي تحت ده بالشكل ده اهو. بصوا هو تنظيفها سهل، ما فيهوش اي افتكاسه ولا في اي حاجه خالص. بس انا بيصعب عليا الناس بتروح تشتريه من بره وتيجي تحط فيه اللحمه وتيجي تسويه، اللحمه بتنطر منه، ما بيبقاش فيه مكان للحمه ان انت تحطيها، اللحمه بتنطر منك بره. طب وليه انا اخلي اللحمه تنطر مني؟ الحته دي طبعا بتتشال، وما بتتشالش وهو ني، بتتشال بعد ما يتسلق يا جماعه. ما ينفعش تشيلي القلب بتاعه وهو ني. تمام. هننضفها كده. وبقول لكم والله هي كل حاجه سهله والله، يعني الواحد ما اتعلمش يعني بسهوله او اتعلم بسرعه او كده، لا، مره على مره. امي يعني ربنا يديها الصحه والعافيه كانت تقول ايه، المره دي باظت منك المره اللي وراها هتطلع معاكي مظبوطه. اهو زي ما انتوا شفتوا كده. تمام تمام. سمي الله وصلي على الحبيب المصطفى بقى يا ست الناس. بصي هتعملي ايه، هتجيبي حله وهتحطي فيها ميه، وادي الخرشوف اللي احنا نضفناه. هننزل الخرشوف اللي احنا نضفناه في الحله اللي فيها الميه. تمام. حد هيسألني جبت الخرشوف بكام؟ في بستة ونص، وفي بتمانية، وفي بعشرة. الكبيرة قوي بعشرة، واللي هي الوسط بتمانية، وفي الصغيرة قوي بستة ونص. فدي اسعاره يعني حاليا. لو في حد بقى في مناطق تانية ارخص او اغلى يقول لنا بقى في الكومنتات، يكتب كده في التعليقات. تمام. طب جبتهم عشان برضو لو حد سألني جبتي منين. بصوا بس انا هنا الاول حطيت على المية ربع كوباية خل، ربع كوباية من الخل. انا جبت من سوق عمر باشا عندنا هنا في محطة مصر. وهننزل بالدقيق. هتحطي ليه خل ودقيق؟ علشان يفضل محتفظ ببياضه ما يسودش منك. نزلت باربع معالق دقيق وربع كوبايه من الخل على الميه، وقلبت كل ده كده، وهسيبه بقى لما يتسلق كده تلات ارباع سلقه، مش هنقول نص سلقه، تلات ارباع سلقه، علشان خاطر لما نيجي نحط فيه اللحمه ويستوي في الصلصه يستوي بالربع الاخير. تمام. هنا بقى كده بصي ادي الخرشوف بتاعنا اهو. انا حبيت اوريهولكم، ولا اسود ولا لونه غير ولا حصل له اي حاجه خالص، زي ما انتوا شايفين كده اهو بالدقيق والخل. تحفه، بيفضل معاكي من السنه للسنه ما يحصلوش اي حاجه. طبعا هنا هو كان لسه فاضل عليه كده شويه، وهنبتدي نطلعهم ونسيبهم لما يبردوا نهائيا وننضف القلب بتاعهم. هنا بقى خلاص سلقناه وبرد، بيطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. طب انا بقى اطلع القلب اطلعه بايه؟ هجيب معلقه صغيره قوي من بتاعه الشاي بتاعتنا كده، وابتدي ان انا ابص كده. بصي زي ما انت شايفه كده بطلعه بالراحه. هتلاقي القلب اللي هو عامل زي الشوك زي الشعر كده من جوه اهو بيظهر لك. تبتدي بقى ان انت تطلعي القلب دوت كده وتشيليه خالص بالراحه كده اهو. كل حاجه هتطلع معاكي واحده واحده وبالراحه، علشان خاطر ما تاخديش من القلب من تحت وتخرميها او يحصل لها اي
حاجة. بصوا اهو بدون اي تهدير خالص، شايفين اهو بالشكل ده، شايفين وصلنا خلاص للشعر الابيض ده. هنبتدي نطلعه كده بالراحة. بصوا هو الطريقة سهلة والله، بس هي في ناس بتكسل يعني تقولك بقى انا اجيبه جاهز بقى وخلاص واسهل على نفسي الموضوع. بس انا هوريكي حاجة دلوقتي في ان انت ما تجيبهوش جاهز يعني، مش عشان حاجة والله، لانك بتهدري منه كتير. الجاهز ده بيتهدر منه كتير قوي 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 قوي، ما بتعمليلهاش او ما بتاخديش منها فايدة يعني، او مش هقول بتعملي لها سور عشان نحط اللحمة، لا، ما بتاخديش من الجاهز ده فايدة والله. بصي اهو طلع كله معانا كده بالراحة اهو زي ما انت شايفة كده. بصي بقى انا هحط اللحمة جوه هنا في الحتة اللي جوه دي، بالتالي لما هاجي اسويها اللحمة مش هتنطر وتطلع بره، وبالتالي اهو الفايدة حواليها اهو. هناكل بقى الخرشوف دوت مش هنرميه. هي دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها. هنعمل برضو مع بعض تاني دلوقتي واحدة تانية كده، بس ايه نرص بقى في اطباق، تحطيه في أكياس زي ما انتي حابة يعني، بس أنا عامة بحب أرصه في أطباق. معلش أنا مطولة عليكم في الفيديو دوت، بس والله عشان في ناس قالت لي أنا ما بعرفش أعمله. أنا كنت عاملاه قبل كده يعني من كذا سنة. رجعت قالت لي معلش لا عيدلنا الفيديو تاني اهو. بصوا طلعناها بالراحه، بصوا بصوا ازاي، شايفين سهله جدا ما فيهاش اي افتكاسه خالص. يلا بقى صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويلا هاتيلك بقى كام واحده خرشوف كده واعمليهم بالطريقه دي. طريقه حلوه وسهله وبسيطه والله، وما فيها اي افتكاسه خالص نهائيا يا جماعه. بصوا اهو انا عايزه القلب دوت علشان احشي فيه اللحمه ما تتنطرش مني. بصوا طريقه بسيطه، قسمناه وحطيناه في اطباق، هنكيسه وهندخله الديب فريزر. هيفضل معاكي زي ما انت شايفه كده ابيض، ما فيهوش اي لون ولا غمق ولا اي حاجه حصلت له. وتقدري بقى تعملي منه جنب بطاطستين محشيتين كده. طبق في رمضان، طبق غير رمضان، عشان الناس ماسكنا في حكايه ان احنا ماسكين في رمضان يعني. بس هي على طول كده، دي مواسم. الخرشوف ليه موسم، الفراوله ليها موسم، البرتقال ليه موسم، كل حاجة وليها الموسم بتاعها. ويا رب أكون عند حسن ظنكم. بحبكم كلكم في الله، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.